السلام عليكم البنات. اليوم غادي نوريكم طريقة صنع هاد القفات او هاد الساشيات اللي كيجيو رائعين وانيقين وبطريقة بسيطة باش تزينوا بها الاكياس التوزيعات الاسبوع والمناسبات، وبطريقة اللي تقدر تولي عندك مشروع مربح من دارك وبلا راس المال كبير. تبعي معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفي جميع التفاصيل خطوة بخطوة. كذلك غادي نذكر لك الاثمنة ديال البيع واثمنة ديال الادوات المستعملة. اول حاجه غادي تحتاجي هاد الاكياس هادو اللي كيكونوا عند بائع لوازم الحلويات. ثانيا غادي تحتاجي شريط الستان، وايضا مسدس الشمع والمقص، وكذلك هاد البوكي ديال الورد او لا اي نوع بغيتو نتوما تزوقوا به. اول حاجه غادي تقطعي جوج قطع من الشريط الستان طولا حوالي 25 سنتيم او على حسب الحجم اللي بغيتي. باش تجيك الخدمه سهله وكثر، اذا كانت عندك واحد الكونتيتي اللي هي كبيره قطعي جميع الشرائط حتى تكملي العدد اللي عندك. من بعد كتطبقي واحد على واحد، يعني كناخدو جوج كتطبقي واحد على واحد كيف ما شفتي معايا في الفيديو، وكتبدا تعدل الافيونكه ديالك بهذا الشكل هذا ولا بهذه الطريقه. كتجي مزيونه وسهله وعمليه في نفس الوقت وبسيطه، وكتحاول انك تبقى تعوطا بيديك حتى كتعطيك الشكل اللي بغيتي. من بعد كتقطع الاطراف بزاويه 45 درجه باش يبان الشكل احترافي. من بعد كناخذ البريكه وكنحاول نحرق الجوانب بشكل بسيط وخفيف، ونفس الشيء باش كنسهل عليا الخدمه كنعدل جميع العدد اللي بغيت باش كنسهل عليا الخدمه، وكيجي الشكل ديالها بهذا الشكل كتجي رائعه وانيقه. ودابا غناخذ الكيس ديالي وغادي نلصق عليه ديك الافيونكه اولا البابيون. كيف ما كتشوفوا كلشي باين وواضح في الفيديو بلا ما نزيد نهضر بزاف. نتمنى يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. ودابا غادي نهضر معكم على حساب الاثمنه، حيت بزاف منكم كيسولوني على الثمن ديال البيع لكثره التكاليف. كتقدر تبيع كل وحده ما بين 6 10 دراهم حتى 20 درهم على حسب الحجم والتزيين. الا كان حجم بسيط كتكون الثمن قليل، اما اذا كان تغليف فاخر مع ورد نابت والخرز وشويه ديال الجوهر فكيكون شويه الثمن غالي. ودابا غادي نهضر معكم على التكلفه والثمن ديال البيع. بالنسبه لشريط الستان الثمن ديالو ما بين 15 حتى 20 درهم. انتينا والشطاره ديالك غتمشي وغتقلبي وغتسولي حتى طيحي في الثمن اللي غادي يناسبك. الورد المجفف ابتداء من 20 درهم، بوكي ديالو كيعمل 60 درهم. انتينا كتقول له عطيني 10 دراهم ولا 20 درهم ولا 15 درهم على حسب اللي غادي يقدك. والاكياس اللي استعملت انا فالكيس الواحد درهم القطعه الواحده، الغيره 3 دراهم لداك اللصق اللي كنلصقوا به اللي كيتخشى في مسدس الشمع. والمقص طبعا عندكم في الدار موجود، انا كنت خديته غير ب5 دراهم. الا حسبنا شحال غادي تصرفي في الوحده فشريط الستان كيجي ما بين درهم ونص حتى ل2 دراهم للقطعه الواحده على حسب الحجم اللي عملتي. ورده مجففه تقريبا درهم، الكيس درهم، وتقريبا كتحتاج تلصق 50 فرنك او لا نص درهم، يعني التكلفة كاملة ما بين 4 و5 دراهم للحبة. ودابا الثمن للبيع باش يكون مناسب معقول للزبائن ما بين 6 حتى ل10 حتى ل15 درهم على حسب الشكل والحجم والطلب. ودابا شنو كتسنى؟ بدا المشروع ديالك من الدار، عدل 10 د العينات اولا 10 د الوحدات، صوروا مزيان على خلفيه بيضاء وعملي عرض على انستا اولا فيسبوك، وعملي واحد الثمن اللي هو مناسب وبخصم بسيط للطلبات الجماعيه. هذه خدمة مزيونة وما كتحتاجش شي معدات بزاف اولا ادوات بزاف، وتقدري تبداي بها مشروع صغير غير من دارك. وجربي جربي وتوكلي على الله ان شاء الله يكون غير الخير. الا بغيتو نخلي لكم طرق اخرى للتزيين او اشكال مختلفة قولوها ليا في التعاليق. وما تنسوش الا عجبكم الفيديو كنتمنى تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش تتوصلوا بكل جديد ان شاء الله، وبافكار اللي هي جديدة وزوينة وتفيدكم في مشاريع منزلية. علاش لا؟